السلام عليكم. ايه ده؟ ايه رأيك؟ ايه ده؟ جبته. ايه رأيكم يا جماعة؟ بابلو ايه رأيكم؟ البتاعة بتاعتي دي البيبانة بتاعتك عجبتني جبتها له. عجبتك ركبتها لي. بتاع الفيلا بتاعتك. انا خايف المره الجايه ارجع الاقي حاجه ثانيه. ايه رأيكم؟ بصوا بابلو ايه الجميل. ده؟ بصوا بابلو الجميل. بصوا ايه ده؟ انا عايز اعرف ايه ده. شقي طول النهار بيجري في الشقة اه مجنني. ايه ايوه بابلو. ازيك يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. النهارده بقى مشتريات رمضان بالاجهزه معانا، هنوريكم اجهزه جديده جايباها جميله جدا. كانت على النت هي دي المفاجاه اللي انت عاملها اونلاين. يا حبيبي اي يعني من بقى. يلا يا بابلو ايه رايكم؟ ايه رايكم في الجميل ده؟ بصوا هعمل له بدله بقى على المكنه عندي، وهبصوا ايه رايكم في الجميل ده؟ ايه ده؟ بابلو يلا تعال، يلا انزل تعال انا قلت لك يوم حته الكلب يعني يلا حاجه شرسها مش حاجه رضعها. شرسها امشي. ده وحش يا جماعه. بصوا الجمال، بصوا بابلو. طب ايه رايكم، بابلو ولا سيزو؟ عايزين مين اللي يطلع معايا؟ طلع بابلو. بصوا الجمال، بصوا العسوله. القانون دي ايه ده؟ بص انت عشان شخطتي فيه، بص دموع. هو شكله جربوع اصلا مش حلو. بصوا. طب انتوا قولوا لي بقى، سلازار ولا بابلو؟ شو يلا يلا يا هو. يلا خش بيتك يا بابلو. يلا خش بيتك. يلا بابلو بسرعه. يلا ما علينا يلا خلينا احنا عاملينه اللي هو ولا ايه؟ مش عارف. النهارده حبايب قلبي معانا 3 اجهزه هوريهم لكم، من جبتهم ممتازين جدا. هوريهم لكم واقول لكم عليهم حاجه. قلت قبل رمضان فرصه، كان عرض اونلاين. هقول لكم على السعر بتاعه وامكانياتهم، حاجات ممتازه. واهم حاجه انا جايباها قبل الجهازين، انا جايبه 3 اجهزه. اهم حاجه جايبها ده هو ده قبل كده، انت ما قلتش الا هو. انا قبل اي حاجه ده صح؟ لا قبل بابلو، انا جبت اول حاجه بابلو. بصوا يا حبايبي، ده راديو انا جبته من العتبه. اللي عندي باظ، انا كنت جايبه السنه اللي فاتت واحد فغيرت له كذا بطاريه فباظ. راديو راديو رمضان، خلاص رمضان داخل بقى، القرآن والكده. فانا يعني رمضان او غير رمضان انا بحب اخده معايا المطبخ. انا بحب يبقى معايا راديو في المطبخ اشغل عليه اي حاجه اسمها التليفون. تليفون ايه؟ في الراديو الاحاديث، القرآن، اشغل اي حاجه شغاله. جميل جدا. بصوا حبايبي، ده اكبر من التاني، USB. بصوا كده اهو، استنى نفتحه. بسم الله. بصوا USB. ده USB. بيشتغل عليها منها كشاف ومنها بيشتغل عليه اي فلاشه انا عايزاها. جميل جدا. امكانياته حلوه قوي. كبير اكبر من التاني كان 3 موجة، ده 4 معايا اهو يا حبايبي. جميل جدا. عجبني صوته نقي عن الاولاني، حلو قوي. دون كنا جايبينه ب 220. بره كان غالي، بابا دور عليه غالي، فهو جايب جمله يعتبر. يشتغل على البطاريات من ورا حجاره. بصوا دي الحجاره بتاعته، دي الفيشه اهي يا حبايبي، دي الفيشه، وده الحزام بتاعه. بصوا لو خارجين هيبقى بالبطاريات بتاعته الحجاره، بالشحن بالفيشه. التاني لو البطاريه فديت سنركبه بعدين. لو بطاريه فديت خلينا اهو. لو بطاريته فديت الاولاني كنت بشتري بطاريه ما يشتغلش بفيشه. ده ميزته، لو باظت البطاريه هيشتغل بفيشه، وفي نفس الوقت عملي اكتر من التاني، مش هيكلفني بطاريات. ممتاز وجميل جدا. كنت جايبه 220. ده اللي انا فرحانه بيه اكتر، عشان اللي عندي باظ، فانا مش عارفه ان انا يعني اشتغل عليه، اشغل حاجه يعني عليها. فده عجبني قوي، امكانياته احسن من الاولاني. كارت ميموري فلاشه كده بيشتغل عليه عادي. وبعدين معانا بقى نجيب الصغير شويه وبعد كده نشوف الكبير. ده الخلاط اللي كان نازل الفتره اللي فاتت، ده ضد الكسر. اهو انا فكيته عشان لما جاني اونلاين كان لازم افتح الحاجه واجربها قدامهم قبل ما يمشوا.
جايبها اونلاين، كانت بس مش الايام ديت، هي بقى لها حوالي بالظبط شهرين. كان في عروض عليها وجبتها اونلاين. حتى المندوب اللي جابها، اللي هو اللي هو جابها لي، المندوب اللي هو جابها دوت، حبيت اني اجربها. تخيل مسك الشفشق ده وقف عليه برجله. ما بيقول لي دي كسر، قلت له مفيش حاجه ما بتتكسرش. قال لي لا، دي كسر يا فندم. والله وقف عليها، وقف على الشفشق، ما جروش اي حاجه. هو بصوا حبايبي، ال ال ده الشفشق، ده هو ليه الشفشق وليه مطحنه واحده، مش ميدين اند جيرمان، مش مصري، الماني يعني. بص حبايبي، هنقول كده بسم الله اهو. ده امكانياته، ده الخلاط بتاعه، ده اللي بقول لكم عليه حبايبي. وقف عليه بجسمه كله. حتى بقول له هتكسر، قال لي يا فندم ده ضد الكسر. بصوا اهو، يلا هات. لا تقف عليه مش تدفولي، الراجل وقف عليه. اجربه. طب مش حتى ولا اوعى ضد الكسر ولا لا؟ هو لتر ونص. لا هو قال لي ضد الكسر، وخامته كويسه. مش مصري، الماني. دي ساعه لتر ونص حبايبي. ودي المطحنه بتاعته اهي. بصوا لا الماتيريال بتاعته بصوا صافيه ازاي، نظيفه، حاجه كويسه جدا. انا عادي المصري لا، اي كلام مش كويس. لا ده تحفه بصراحه، حلو قوي. ليه نظام الامان بتاعه اهو. ده الكتالوج يا حبايبي والضمان. ده الكتالوج بتاعه، وده الضمان بتاعه، ضمانه سنه ضد اي عيوب. وده الرقم اللي هو بتاع الصيانه، الخط الساخن، الصيانه بتاعته. وده الموتور بتاعه. بصوا حبايبي، هنا هو ليه اهو. بصوا 1 2 3 4 سرعات، ونظام امان بتاعه. ليه التكه بتاعته لما بدوس كده، اللي هي التكه اللي هو الجرش بيجرش الحاجه. ممتاز، انا جربته. عالي حلو جدا. 500 واط، ممتاز بصراحه، وعجبني قوي لما جربته، جميل. بصوا الخامه بتاعته والشفشق بصراحه تحفه، يعني احسن من اللي انا جايباه بمطحنتين. لا هو مطحنه واحده بس، الماتيريال بتاعه وخامته ونوعه لا، ممتاز حلو جدا حبايبي، هينفعني كتير. فانا لقيته الرقطه ورحت جايباه. معانا بقى الكبير الوحش الكبير يا حبايبي. استنوا اوريه لكم، بسم الله. العملاق الكبير المكنسه الكبير التركي اللي عامله ضجه كبيره قوي بقى لها فتره. دي ميزتها، انا عندي كنت جايباها من سنتين. اللي عندنا شفط تراب بس. دي ميزتها 2 في 1، بتشفط التراب والميه. يعني لو انا غاسله سجاجيد، هشفط الميه من السجاجيد، هتنشف معايا بسرعه. جميله جدا للارضيات، للسجاجيد، جميله ممتازه. الوات بتاعها 1900 واط. هي بصوا 2 في 1، بتشفط التراب وبتشفط الميه. استنى افتحها واوريها لكم. دي ميدين ان ترك حبايبي، من تركيا. بصوا مع المشتملات بتاعتها اهي، بسم الله. بصوا ده الخرطوم بتاعها، خرطومها بصوا جامد جدا، يعني خامته كويسه مش وحش. استنوا هنزله كده وهطلعها لكم حاجه اهي كده اهو. الخرطوم بتاعها كبير طويل مش قصير، حلو قوي. بصوا حبايبي، جميل قوي الخرطوم بتاعها، طويل، والخامه بتاعته كمان حلوه قوي. ده خرطومها. معانا ايه تاني؟ هنطلع الاول الملحقات بتاعتها، دي العصيان اهمت. دي بصوا، دي 1 2 3. لو انا عايزه اعمل الستاير والسقف بركبها وبطولهم بيها، دي ودي ودي. بصوا حبايبي اهي كده اهو، وبركب التانية معاها برضو. دي بتبقى في الخرطوم ودي من ورا، فبيبقى ديت للسقف. عايزه اقصرها للارض، بخليهم الاتنين دول بس. بسم الله. وادي اهي، هي ميزتها ان هي بعجل، حلو جدا. بصوا حبايبي، ما هي دي بقى البرميل، دي نظام البرميل، جميله قوي. بصوا حبايبي، ده الزرار بتاعها من فوق من هنا
اهي. ومن هنا بيتركب الخرطوم بتاعها. بصوا الفتح والقفل بتاعتها من الجناب كده اهوت. بصوا اهي كده كده. بسم الله. اهي ده الموتور بتاعها يا حبايبي من فوق. بصوا موتورها من فوق، ودي الفيشه بتاعتها. بصوا عامله ازاي اهي. وده الزرار بتاعها. هنا برضو هنشوف معانا ديت يا حبايبي اللي بنعمل منها الستاير، سواء من الحيطه من فوق اي عنكبوت او تنظيف الستاير. دي القطعه بتاعت الستاير. ودي تاني، ودي بتاعت الانتريه والاماكن اللي هي الصغيره اللي ما بتخشش فيها كده. فالانتريه الركن الحاجات دي بتخش في الاماكن الضيقه. جميل جدا يا حبايبي. انا عارفه كل الحاجات دي لان انا عندي القديمه بتاعتي فهي فيها برضو. ودي القطعه الارضيه بتاعت الارض اهي. بصوا لسه مقفوله. افتحها معاكم. بصوا يا حبايبي، بصوا اهي. اللي عندي انا القديمه فيها من قدام هنا الفرشه بس من قدام، لكن هنا ميزتها الفرشه. بصوا ده المدار، يعني ممكن اغسل بيها الارضيه كمان. بصوا بدوس على الزرار كده وبتطلع المكنسه. بصوا الشعر اهي اهي كده بتطلع معايا للوابر لاي حاجه بتنظف. جميله جدا ممتازه وجربتها. الضغط بتاعها عالي قوي اهي كده نزل. دي للارضيات. وادي هنا ده الكيس بتاعها. في اللي طالع منها بس في الكيس بتاعها بيبقى ورق، بيجي كيسين يعني مش عملي. دي بصوا الكيس بتاعها اول حاجه كبير طويل مش صغير. بصوا حجمه كبير. تاني حاجه بيتغسل، الماده بتاعته بتتغسل عملي اكتر وبيتفضى من هنا. بيتملي وافضيه الكيس من هنا. بعد ما افضيه بيتغسل ويرجع يتركب بعد ما ينشف تاني. ممتاز وكويس جدا. الساعه بقى بتاعته من جوه بصوا كبيره، هو 20 لتر. ممتاز بصراحه. بيشفط الميه بيشفط التراب. العجل بتاعها مرن جميله قوي. انا كنت جايباهم اونلاين. العرض مع بعضهم كانت المكنسه والخلاط خدتهم مع بعض بالشحن كله لحد البيت، دفعت فيهم 2000. ممتازين جدا. ده تركي والتاني الماني، الخلاط الماني. بصراحه ممتازه حلوه قوي. انا دخلت على ريفيوهات قبل ما اجيبها على النت، شفت ازاي بتتعمل وازاي بتشتغل. في منها نوع يعني نفسها بالظبط بس زياده اللي هو البلاور. فانا لا مش عملي معايا عادي، انا عندي بلاور بس انا جبتها عجبتني قوي ديت. ولقيت العرض بتاعها كويس، الحاجه غاليه قوي الايام دي فهو كانوا عاملين عرض عليها فانا جبتها. عمليه ممتازه حلوه جدا عجبتني بصراحه. جبتها مش هتخسر معايا، هتنفع لان دي ميزتها عن اللي عندي للميه وللتراب. فممتازه بصراحه وسعرها كويس جدا مش وحش. عجبني العجل بتاعها اني هزقها في اي وقت بيها مرنه مش زي التانية عجلتين بس، دول 4 بيتحركوا معايا سهل. قلت دخلت رمضان بقى تجديد ونجيب حاجه كويسه. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. كل فتره كده متعوده بنجيب مع بعض حاجات كل سنه متعودين ان شاء الله دايما ان شاء الله. بصراحه الحاجات كويسه قوي وعجبتني عشان كده جبتها وطلبتها اونلاين جاتني. ممتازه. الشفشق والخلاط ممتازين، سواء في البتاع دوت الشفشق او الخلاط نفسه كله على بعضه ممتاز بصراحه. الماتريال جميل جدا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم بالحاجه اللي عملناها ويكون بابلو عجبكم. انا اللي جايباه، هو كان عايز يجيب حاجه تانية بس ما عجبتنيش فانا جبته. يعني الكلاب كلها الهاسكي والبيتبول اللي هتجيب. لا انا ما بحبهمش. لا انا عجبني بابلو، اول ما شفته عجبني جبته. قولوا لنا لو عايزينه نطلعه معانا ونصور بيه حاجات. قولوا لنا حبايب قلبي. اهم حاجه يا جماعه يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. اهم حاجه ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك. لو حابين قولوا لي اعمل لكم ريفيو عنه بالميه وشفط الميه وشفط التراب، واعمل لكم اجربها لكم سواء في الميه او في التراب واوريها لكم عملي وتشوفوها. فاي عروسه عمليه وممتازه. دي 2 في 1 سواء اتربه او ميه. ممتازه جدا، هاتيها مش هتخسر وهتنفعك لان دي 2 في 1 مش اتربه بس، ده اتربه وميه. الضغط بتاعها عالي. الوات بتاعها 1900
يعني 1900 واط يا حبايبي. ممتازه بصراحه، جميله جدا، جميله جدا وامكانياتها حلوه قوي. اهم حاجه يا جماعه لو عجبكم الفيديو ده متنسوش الاشتراك في القناه واللايك والسبسكرايب. لو انت اول مره تشوفني انزل تحت اشترك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. ولو حابب نكمل الفيديو ده شوفه للاخر. واهم حاجه ما تنساش ما تبخلش علينا يعني باللايك والاعجاب بالقناه عشان اقدم لكم كل جديد وتشجعونا حبايب قلبي. كل مره تشجيع اكتر. ولو عجبكم بابلو قولوا لي بقى مش مين عاجبني فيهم اللي يطلع معايا. اكتبوا لنا تحت في التعليقات يا جماعه. السلام عليكم حبايبي.